السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. ومرحبا بكم في قناه هوة ام حسن. مبروك عواشركم، الله يدخل علينا العيد بالصحه والسلامه ان شاء الله والشفاء وطول العمر، ويتقبل منا الله الصيام والقيام. اليوم البنات مناسبه العيد الفطر جيت ندير معكم واحد الحليوه ديال التمر اللي كتجي رائعه البنات، وكتجي زوينه، حلوه تقليديه يعني كلشي كيبغيها، وكتجي رائعه، كتجي هشيشه كتذوب في الفم. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو حتى للاخير. اللي اول مره يشوف قناتي ما ينساش البنات تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وديروا اشتراك وبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب. باش ما نطولش عليكم البنات الفيديو، عندي هنايا الزبده 400 غرام ديال الزبده. تقدروا تجيبوا غير ديك البواطه اللي كتباع بحال هكذا، ديروا وحده كامله. عندي هنايا ساشيه ديال الحلوى باش نديرها كامله. عندي هنا كيلو ديال الدقيق، عندي هنا كاس ديال السكر مطحون، كاس ديال الزيت، وجوج معالق ديال ماء الزهر. هنايا درت واحد الرشه ديال الملحه. غادي نبداو. طبيعه الحال الزبده خصها تكون حراره المطبخ، يعني ما تكونش في الثلاجه باش ما تعذبكمش في الخدمه. غادي نديرو عليها السكر، غادي نخدموا الاول السكر. اللي ما يبغيش الحلاوه بزاف يقدر ينقص السكر، لان عندنا التمر كما كتعرفوا حلو. غادي نخدموا مزيان الزبده مع السكر حتى يذوب لينا السكر مع الزبده مزيان. بعد ما ذوبت البنات السكر مع الزبده مزيان، غادي نضيفو كاس ديال الزيت. هاد المكونات البنات راه كيخرجوا تبارك الله كميه زوينه بزاف ودغيا كيوجد. غادي ندير هذا ماء الزهر جوج ديال المعالق كبار، اللي بغي ماء الزهر يديروا، اللي ما يبغيش بلاش. هو كيعطيه واحد المذاق زوين مع التمر. بالنسبه للخميره البنات غادي ندير واحد الراس د المعلقه صغيره فقط صافي. صافي كنبدا ندير الدقيق، يعني من بعد ما تغربلوها البنات غادي نبدا ندير الدقيق شويه بشويه. انا عندي هنا كيلو، شوف واش غتاخذ ليا كيلو او اقل. ما خصهاش تجي يعني العجينه ديالكم تكون ما قاصحه، تكون متوسطه، ما تكونش قاصحه وما تكونش مخوفه بزاف في نفس الوقت. دقيق تبقاو تزيدوا غير شويه بشويه. بقاو معايا، غادي نوريكم المرشم اللي غندير به. انا غادي نجمعها البنات ونقول لكم شحال غادي يبقى ليا من الدقيق. بعد ما جمعتها البنات انا بقات ليا هنا من الكيلو بقى ليا زلافه ونص ديال الدقيق، خدا ليا زلافه ونص ديال الدقيق. خصو يجي رطب بحال هكذا البنات، الا قصحتوه ما غاديش يجيكم هشيش. العجينه ديال التمر خصها تكون رطبه. دابا غادي ندوزو تشكلوها البنات. بالنسبه للعقده ديال التمر البنات درت فيها نص كيلو ديال الزنجلان محمر غير شويه. درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال القرفه. صافي عجنتهم مزيان وكورتهم بحال هكذا صغار. هانتوما معايا البنات. بالنسبه للمرشمه البنات انا عندي هذا الشكيل وعندي هذا الشكيل هذا، انا غادي نديرهم بجوج. غادي نوع شويه من هذا وشويه من هذا، ولا بغيتو ديروا غير شكيل واحد نتوما لكم الاختيار. هنايا البنات ضروري ما ديروهم في الدقيق. غادي نخوي يعني البلاصه اللي غنخدم فيها ونرجع معاكم. هنايا البنات غادي نبداو نشكلوا الحليوه ديالنا. نشكلوها بحال هكا، نديروها كويرات بهذا الشكل. غادي نحلوهم هكا سباعات، وغادي ناخذوا التمر ديالنا كنسدو عليه بهذا الشكل هذا تنكورو هكذا. انا غادي نجيب هذا الشكل، ضروري ما ديروه في الدقيق بحال هكذا البنات. كتكيو
كيعطيكم شكل زوين بحال الوريضه. انا درت شكل اخر حتى هو بحال هكذا، يعني نفس الطريقه. وما نكثروش العجينه بزاف باش ما تجيناش فيه غير العجين. كما قلت لكم نكوروا بحال هكذا. صافي كنسدو، الا كان شي بلاصه كيبان لينا التمر نسدوها بحال هكذا. صافي نديرو في الدقيق تنتكيو عليه مزيان، كيعطينا هذا الشكل الثاني كيجي حتى هو زوين. غنزيد معكم واحده اخرى ونكمل بنفس الطريقه. البنات كيجي رائع هاد الحليوه هذه، كتجي زوينه بزاف، تجي بنينه كتذوب في الفم الصراحه. ندير لكم الشكل الثاني، ضروري ما ديروا الدقيق. صافي كنتكيو البنات بهذه الطريقه. صافي غادي نكمل بحال هكذا، وما تجهدوليش النار يعني ملي تكونوا طيبوه ديروها في متوسطه. غادي نكمل البنات ونرجع معكم بعد ما يطيب ليا ان شاء الله. بديت كنديروه في السكر بلاصي بعد ما يدفى، يعني ماشي برد تماما، يعني ما يبقاش سخون باش السكر ما يسقش فيه. انا درت ليه السكر هنايا كامل ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما البنات الحلوه ديال التمر ديالنا من بعد ما كملات راه كتخرج كميه 56 حبه البنات. وكيفاش كيجي نفتح لكم وحده، كيجي هانتوما البنات كيجي هشيش 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 كيذوب في الفم. تبعوا غير المقادير اللي قلت لكم، كيجي زوين. وعيدكم مبارك سعيد. ما تنساوليش البنات الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله، فضلا وليس امرا. ما كتشوفوا العجينه جات كتذوب في الفم، جا ما بين القرمشه وما بين الهشاشه، كيجي زوين بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم، واستودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله.